خلينا نتكلم بقى عن المواصلات. الاول نتكلم عن المواصلات الخارجيه، ازاي تيجي مكه. اول حاجه هي الطيران، بس مكه ما فيهاش مطارات، انت بتنزل في اقرب مطار اللي هو مطار جده، مطار الملك عبد العزيز. بص، مكه ما فيهاش مطارات مش عشان في مجال مغناطيسي فوق الكعبه بيشوش على الطيارات والكلام ده، ولا عشان الطيور بتاعه الحرم مش عارف مالها، ولا حتى عشان مكه الجغرافيا بتاعتها صخريه ومفيش مكان يعملوا فيه مطار. كل ده حوارات. عدم وجود مطار في مكه هو التامين بس كده، لا اكتر ولا اقل. منطقه مقدسه ودايما زحمه، عشان كده منعوا الطيران فوقها عشان بس خيالك ما يروحش لبعيد ولا حد يحور عليك. فانت لو جاي طيران، اقرب مطار هو مطار جده. المطار ده بعيد عن جده حوالي 19 كيلو، جده اصلا بعيد عن مكه حوالي 80 كيلو. انت لو رايح مكه فهتلاقي مواصلات من المطار. اول حاجه هي القطر السريع، وده بتركبه بدون المطار. المطار فيه محطه للقطر السريع غير المحطه اللي موجوده في مدينه جده. القطر ده اسمه قطار الحرمين، بياخد المسافه من مطار جده لمكه في حوالي ساعه الا ربع، وده موجود في المطار نفسه، ما بتطلعش بره المطار. بيمشي بسرعه فوق 300 كيلو في الساعه. ممكن تحجز التيكت بتاعك من الموقع او التطبيق بتاع قطار الحرمين اللي اسمه HHR. سعر التيكت من جده لمكه حوالي 86 ريال للدرجه الاقتصاديه و109 ريال للبزنس، والتيكت بيكون QR كود بتعمل له سكان في المحطه. القطر ده بينزلك في محطه مكه، ومن هناك بتاخد اي مواصله للفندق بتاعك. هكلمك عن المواصلات الداخليه بعد شويه. ثالث حاجه ممكن توديك مكه هي الحافلات. هي ارخص وسيله مواصلات توديك من جده لمكه، بتاخد ساعه تقريبا وبتكلفك 25 ريال. هتركب من المحطه اللي في كورنيش جده لوسط المدينه في مكه. الحافلات دي لشركه اسمها سابتكو، ممكن تحجزها من الموقع او التطبيق بتاعها. الحافلات دي بتطلع كل ساعه ونص او ساعتين، من 7 الصبح لغايه 12 بالليل. بس برضه في حافلات تانية من مطار جده لغايه مكه اسمها حافلات النقل الترددي، ودي هتلاقيها في موقف الحافلات اللي في صاله 1 في المطار. ولو انت نازل في المطار في صاله 2 فهتلاقي حافلات تانية توديك لغايه صاله 1. الحافلات دي مجانيه، اللي هي بتروح مكه، شغاله من 10 الصبح لغايه 11 بالليل. هتركب من المطار من الدور الاول جنب الاكواريوم الكبير اللي هناك ده. ما هو المطار فيه حوض سمك كبير كده هتشوفه لما تروح، وهتلاقيها موجوده في مكه عند الحرم عشان ترجعك المطار تاني. ودي تقدر تحجزها من المطار او من التطبيق بتاع سابتكو. بس عشان تركب الحافلات ديت لازم تكون لابس الاحرام ومعاك الهويه لو انت مواطن سعودي، وجواز السفر لو انت مقيم او زائر. الحافلات دي هتوديك للحرم على طول، بس بتعدي الاول على موقف كدي في مكه الذهاب والعوده. بس لو عايز تروح مكه في عربيه خاصه ففي شركات كتير بتأجر عربيات هناك، بيبقى عندهم عربيات صغيره بتوديك من المطار لغايه مكه بحوالي 250 ريال، ولو عربيه كبيره 4x4 فبتبقى اغلى من كده. وهتلاقي برضو عندهم ميكروباصات لو العدد اللي معاك كبير. كمان ممكن تطلع من المطار وتاخد تاكسي عادي، ده هيكلفك مش اقل من 200 ريال. اوبر وكريم شغالين في جده وممكن يوصلوك لغايه مكه. المشوار في اوبر او كريم بيبقى من 250 ل 300 ريال لغايه مكه. اما لو انت جاي من المدينه فنفس المواصلات دي موجوده من المدينه. القطر والحافلات هم اشهر وسائل المواصلات من المدينه لغايه مكه. التيكت بتاع القطر من المدينه لغايه مكه ب 170 ريال لغايه 225 ريال للدرجه الاقتصاديه على حسب الوقت، 360 ريال لدرجه البيزنس. حافلات شركه سابتكو ب 75 ريال، ودي هتنزلك في موقف كدي في مكه. في حافلات تانية بتبقى من 80 لغايه 100 ريال، ودي تقريبا هتلاقيها في مكه حوالين الحرم وفي المدينه حوالين الحرم. هتلاقيهم واقفين في الشارع بينادوا كده تعالى مكه تعالى مكه، جنب الحرم بالظبط. ونفس الكلام في مكه هتلاقيهم بينادوا على المدينه. في اتوبيسات من دي هتدخلك لغايه جوه لغايه الحرم، بس في اتوبيسات تانية هتنزلك بره عند البوابه بتاعت مكه. ولو نزلت بره هتلاقي حافلات تانية بتدخلك لغايه مكه جوه عند الحرم، ودي بحوالي 15 ريال. التاكسي بقى والعربيات هياخد منك من المدينه لغايه مكه من 800 ل 2000 ريال. المهم بقى لما توصل مكه هتوصل فين وهتركب ايه. لو انت جايب القطر فهتنزل في محطة القطر. أول ما تطلع من المحطة فهتلاقي تاكسيات وحافلات. لو رايح على الحرم على طول فالتاكسي هيقول لك 30 أو 40 ريال، قول له هم 20 بس. لو ما رضيش خد أوبر. مشوار أوبر هناك ب 15 أو 20 ريال لغاية الحرم، بس هو هيوافق ما تقلقش. في تطبيقات تانية للمواصلات في مكة زي كيان ومشاويري ووصلني وإيجو ونور اللي بيعتبر ارخص واحد فيهم. التاكسيات الرسميه هتلاقي مكتوب عليها اجره على باب العربيه، بس عموما الاجره بتكون من 25 ل 50 ريال للمشوار، وفاصل في الاجره عادي قبل ما تركب. مكه برضو فيها حافلات للنقل الداخلي اسمها حافلات مكه. الحافلات دي بتغطي تقريبا كل حته في مكه، 12 خط حافله وحوالي 450 محطه جوه مكه، من الحرم للتنعيم لعرفات لكل حته، والمواعيد بتاعتها مظبوطه. في 4 محطات مركزيه للحافلات دي موجودين حوالين الحرم، واشهر محطه في مكه هي محطه موقف كدي، موجوده في وسط مكه بس مش قريبه من الحرم. مداخل مكه كلها برضو فيها مواقف الحافلات، ممكن تنزل التطبيق بتاع حافلات مكه او تشوف على الموقع بتاعهم، هتلاقي عليه كل خطوط الحافلات دي وارقامها ومواعيدها، وهتلاقي برضو خطوط السير بتاعت كل حافله موجوده في المحطه اللي انت واقف فيها. الحافلات دي اول ما اتعملت كانت مجانيه، بس بعد كده مش هتبقى مجانيه على حسب ما قالوا، هتبقى ب 2 ريال للمشوار ايا كان عدد المحطات. تنزل التطبيق بتاع حافلات مكه وبتعمل حساب عليه، وبتشحن المحفظه بتاعتك بكارت البنك، وبعد كده بتشتري التذاكر، بس خلي بالك عشان ليها فتره صلاحيه. التذاكر بتتبعت لك على الايميل بتاعك. اخر نوع في المواصلات في مكه هو المترو او قطار المشي.
المشاعر. بس قطار المشاعر ده مش بيغطي غير الاماكن اللي فيها الحج بس، ومش بيشتغل غير في وقت الحج. شغال في مناطق عرفات ومنى ومزدلفه ولغايه رمي الجمرات. القطر ده بيشتغل من يوم 7 ذي الحجه لغايه نهايه ايام التشريق، يعني 7 ايام بس في السنه، بس بيحل ازمه كبيره. القطر ده من غير سواق، والتذاكر بتاعته عباره عن اساور بتلبسها في ايديك. في 4 الوان من الاساور دي او التذاكر، ودي حاجه انت مش بتختارها، دي اجراءات تنظيميه هم اللي بيقرروها. تذاكر القطر ده بتبقى غاليه شويه، حوالي 400 ريال، ودي للفتره كلها، الرحله كلها ل7 ايام. دي كده كل حاجه عن المواصلات في مكه. بس في حاجه ثانيه مهمه انت لازم تعرفها. اغلب الفنادق اللي بيكون بعيد شويه عن الحرم او البعيد قوي عن الحرم بيكون عندها حافلات خاصه بيها بتنقل النزلاء بتوعها من الفندق لغايه الحرم. ممكن الحافلات دي يكون ليها مواعيد معينه بتطلع وترجع فيها، او ممكن ما يكونش لها مواعيد، رايحه جايه طول اليوم. لو جاي مكه بعربيتك عشان تعمل عمره مش هتعرف تركن قريب من الحرم، هتاخد مخالفه كبيره. فالفندق بتاعك ممكن يوفر لك ركنه لو معاك تصريح بالعمره. في 4 اماكن في مكه ممكن تركن فيهم العربيه بتاعتك مجانا، وده طبعا لو معاك تصريح بالعمره، وده اللي بتعمله من تطبيق نسك. بص هي بعيده شويه عن الحرم، فانت هتنزل وهتاخد مواصله ثانيه لغايه الحرم. المواقف دي هي كدي والزاهر والجمرات وموقف الامير متعب، واللي برضه اسمه موقف انفاق المصافي او المسخوطه. في مواقف ثانيه كمان بيتم فتحها مجانا في اوقات الحج او رمضان. في مواقف ثانيه كتير لكن مش مجانيه، اغلبها بيكون مواقف خاصه بفنادق لكن بتركن فيها عادي بس برسوم، ممكن تكلفك 10 15 20 ريال في الساعه او 120 ريال لليوم كله. دلوقتي بقى هنتكلم عن اماكن الاقامه في مكه.